السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنتكلم في موضوع مهم، موضوع بيشغل ناس كتير قوي ومش عارفين له حل. تفتكروا ليه اي واحده بتقرر تبدا مشروع كروشيه وبتيجي في النص توقف وتقول انا مش هعرف اكمل في المشروع ده؟ المشروع ده ما بيكسبش، المشروع ده ما ينفعش ان يدخل لي ربح، المشروع ده مش مشروع صح، ممكن اعمله كده ليا او لولادي او لقرايبي، لكن انا ما ينفعش ان انا اعتمد عليه كدخل. الفكرة دي غلط تماما. تعالوا كده نشوف احنا ليه بنوصل للفكرة دي في نص الطريق او حتى قبل ما نوصل لنص الطريق. في حاجتين مهمين قوي شغالين عليهم في النقطة دي، حاجة اسمها مشاعر internal ومشاعر external. يعني ايه الكلام ده؟ المشاعر الانترنال اللي هي الداخلية اللي جوانا، اللي هي لما بنيجي نبدأ الطريق بيبقى جوايا شوية كده مشاعر وافكار عن نفسي. انا شايفة نفسي قليلة، انا شايفة نفسي ان انا مش هقدر اعمل بيزنس ليا، انا شايفة نفسي ان انا مش هعرف اتعامل مع الناس، انا شايفة نفسي ان انا عمري ما هكون اصلا شخصية ناجحة، انا شايفة نفسي ان انا عمري ما هيبقى معايا فلوس وهنجح وهعرف اشتغل. جوايا مشاعر، على حسب كل واحد جواه ايه المشاعر اللي معطلاه وموقفاه. ممكن يكون مش واخد باله منها خالص ان هو بيفكر فيها، ولكن هي جواكي. لو قعدتي كده مع نفسك تدوري وتفكري هو انت ايه الشعور اللي بيجيلك لما بتشتغلي او لما بتتعاملي مع عميل او لما بتيجي تعرضي شغلك، هتعرفي كويس قوي هو ايه اللي معطلك جواكي. وفي الحالة دي لو انتي مسكتيه هتعرفي تقعدي تفككيه كده حتة حتة الشعور ده وتفكري ازاي تطلعي منه. يعني مثلا لو انا عندي شعور ان انا اصلا مش هعرف اتعامل مع الناس، طيب انا الشعور ده هفكه ازاي؟ لو انا جربت ان انا اتعامل مع شخص واتنين وتلاتة من خلال شغلي، الموضوع ده هيبتدي واحدة واحدة يهدى معايا، ويبتدي واحدة واحدة ان انا اشوف الحاجة اللي انا خايفة منها وقلقانة منها، لا ده انا عملتها اهو، مفيش اي مشكلة خالص وما عنديش اي خوف من ان انا اتعامل مع الناس. مثلا لو انا شايفة نفسي شخص مش هيبقى ناجح او مش هيبقى عنده براند قوي، طيب افك الشعور ده ازاي؟ ان انا اقعد كل يوم اغمض عيني واتخيل كده لمدة 15 دقايق انا شخص ناجح، اتخيل نفسي وانا عاملة البراند بتاعي وانا عاملة المشروع بتاعي وانا بنجح وانا عاملة ستور ليا او وانا عاملة البيج بتاعتي اللي بتحقق مبيعات كبيرة، واقعد اتخيل نفسي وانا بعمل كده. كل شعور سلبي جوايا احاول ان انا انقله نقلة تانية، اطلعه من جوايا، اكتبه، افككه، اشوف ازاي اخليه لا انا اقدر ان انا اغيره واقدر ان انا احوله واقدر ان انا اشتغل عليه. في حاجات كتير قوي بتبقى بتدور جوانا بس احنا مش سامعينها، احنا مش حاسين بيها، احنا هي جوانا بس احنا مش مطلعينها. عشان كده دايما بنصحكم بالكتابة. لما بتقعدي تكتبي وبتطلعي افكارك السلبية على ورقة، ده بيفرق معاكي، بيخليكي تشوفي الحاجات اللي دايرة جوه وانتي مش دريانة بيها. في افكار كتير ممكن تكون شغالة جواكي وانتي مش حاسة ان هي دي اللي معطلاكي وهي دي اللي موقفاكي. علشان كده مهم ان انا اطلع المشاعر السلبية او الاحاسيس اللي انا بحس بيها لما بيجيلي تحدي في شغلي وبيعطلني وبيوقفني، اشوف هو انا حاسة بايه بالظبط، وايه اللي مخليني انا مش قادرة اكمل، او ايه اللي مخليني حاسة ان المشروع ده مش هينجح او مش هيجيب لي دخل. في الحالة دي هبتدي احل المشكلة اللي واقفة قدامي حتة حتة لحد ما اوصل ان انا حلتها كلها. طيب نيجي تاني حاجة للاكسترنال بقى، اللي هي المشاعر الخارجية. المشاعر الخارجية دي بتجيلنا من مين؟ بتجيلنا من الناس اللي حوالينا او العميل او اي حد قريب من دايرتنا. طيب عبارة عن ايه؟ لو مثلا عميل جه يكلمني مثلا ومدانيش القيمة اللي انا طالباها للمنتج بتاعي، دي ممكن حاجة تفضل عامله لي بلوك، ان انا خلاص كده الشغل ده مش بيجيب لي حقي، الشغل ده مش هعرف اخد منه القيمة اللي انا عايزاها، العميل ده عاملني وحش، فبالتالي اعمم الفكرة وافضل حاطة في دماغي ان كل الناس اللي هتعاملني بعد كده هتعاملني بنفس الطريقة ومش هتديني حقي. حاجة تانية ممكن ان الناس اللي حواليا اللي هم اقرب ناس ليا مش مشجعيني ودايما بيتكلموا بطريقة سلبية حواليا، ان انت عمرك ما هتنجحي، انت عمرك مشروعك ده ما هيجيبلك دخل، انت عمرك ما هتتشيري، انت فاكرة نفسك ان انت هتعرفي تنجحي، لا طبعا انت مش هتعرفي تنجحي. كلام اللي زي ده بيبقى سلبي وبيبقى عامل لنا زي بلوك كده جوانا، ان انا فعلا
مش هعرف اعمل كده، انا فعلا هبقى فاشله، انا فعلا مش هعرف اتعدى الحاجات او التحديات اللي بتقابلني، وبالتالي بصدق الكلام اللي بيتقالي. طب اعمل ايه؟ ابعد عن الكلام السلبي، ابعد عن الناس اللي هي بتحسسني ان انا هبقى فاشله، او ان انا مش هعرف اعمل مشروع، او مش هعرف احقق حلمي. ابعد عنهم. طب لو هم ناس قريبين جدا ولا ما ينفعش ابعد عنهم، خلاص ما اتكلمش معاهم في حاجه تخص شغلي، ما اتكلمش معاهم في اي حلم يخصني. طالما حاجه انا عارفه ان انا هقدر اعملها باذن الله ومصدقاها وكاتبالها خطوات، وعارفه ان حاطه هدفي كده قدامي وواضح، وكل يوم بسعاله خطوه، لازم اتاكد ان انا ماشيه صح، وان ربنا عمره ما هيضيع سعيي. وابعد عن الناس السلبيه دي تماما. طيب احيانا بيكون في سلبيه على السوشيال ميديا، يعني مثلا اخش على جروب في ناس كتير شغاله كروشيه، او جروب بيدعم الكروشيه، او جروب في ناس بتشتغل كروشيه، ايا كان المجتمع اللي انا داخله عليه، والاقي كلام سلبي كتير عن موضوع الشغل ده، وعن ان هم مش بينجحوا، وعن ان المشروع ده مش هينفع ان انا اكمل فيه، ده مش طلع، ده طلع مشروع فاشل، ده طلع مشروع ما ينفعش يحقق لي ربح. تفتكروا الكلام ده لما انت هتشوفيه هتلاقي نفسك مش بتتأثري؟ اكيد هتتأثري، لانه كلام سلبي، واحنا دايما مخنا بيروح اكتر للكلام السلبي والافكار السلبية. فانا بالتالي ابعد عن المجتمعات اللي زي دي، ابعد عن الكلام اللي زي ده، وما حاولش ادخل في نقاش واقنع اللي قدامي لا على فكره انت فاهمه غلط، لا على فكره انت لو اشتغلتي هتنجحي. ما حاولش ان انا اخش في النقاش ده. ليه؟ لان انا في الاخر اللي هطلع منه خسرانه، وهطلع متاثره نفسيا، وهصدق في الاخر الفكره دي. فابعد تماما. طب نيجي لمشكله العميل اللي ممكن ما يدينيش قيمتي، او يعاملني باسلوب وحش، او يحصل مشكله في التسليم مثلا والشغل يرجع لي تاني. ليه انا لما بيحصل موقف معايا زي ده برجع لورا؟ لسبب بسيط، ان انا وانا داخله المشروع بتاعي انا فاكره ان انا داخله على احلام ورديه، وان انا شغلي كله هيبقى حلو، والعملاء كلهم هيبقوا حلوين، والعملاء كلهم هيقدروا شغلي، وهيجيلي البروفيت اللي انا مستنياه، او الدخل اللي انا مستنياه ان انا احققه، ومش هيبقى فيه اي مشاكل. دي اكبر غلطه ممكن ان انا افكر فيها. انا المفروض عارفه ان انا داخله على تحديات، انا عارفه ان انا هقابل مشاكل، انا عارفه ان انا هيقابلني صعوبات مع العملاء، وممكن في الفلوس اللي انا ابتدي بيها مشروعي، هقابل مشاكل في اي حاجه، في الخامات، في طريقه العميل لما بيستلم الاوردر، في طريقه العميل لما بيجي يتفق معايا. لازم ابقى متوقعه الحاجات دي كويس قوي، لان مفيش حد عمل مشروع ونجح، او عمل بيزنس كبير، او فتح براند كبير ونجح ما قابلش تحديات وما قابلش مشاكل. اي راجل او اي ست عايزة تبدأ مشروع وعمل مشروع كبير ونجح، بيكون عدى بتحديات كتير قوي، وعدى باختبارات كتير قوي، ان هو ممكن في النص يقول انا مش قادر اكمل، انا خلاص المشروع ده مش هينفع، انا خلاص فشلت. وبيعدي بالمراحل دي، بس بيرجع ويقوم تاني ويقف، لانه هو عارف ان طول الرحلة مليانة تحديات، مليانة مطبات هتقابلنا. فبالتالي انا لازم اكمل مهما يقابلني اي تحدي. داخله مشروعي وانا عارفه كويس قوي ان انا هيقابلني تحديات، هيقابلني مشاكل جوايا نفسيه، لازم احاول احلها مع نفسي واتحداها، ويقابلني مشاكل بره مع الناس ومع العملاء ومع المجتمع اللي حواليا، وبرضو لازم اعرف احلها واتخطاها واعديها. مهم جدا في الخطوه دي ان انا اقعد اكتب مشاعري، وايه الحاجات اللي بتوقفني، ولو انا فعلا من الناس اللي خلاص قررت ان انا ابطل ان انا اشتغل، ارجع تاني اشتغل على حلمي، وارجع تاني افكر كده هو انا ايه اللي كان موقفني، ايه اللي كان معطلني، واشتغل عليه من جديد، واحاول ابدأ بداية جديدة، واستعين بربنا، واتأكد ان ربنا عمره ما هيضيع سعيك ابدا ولا تعبك، وفي يوم من الايام هتوصلي للنجاح اللي بتتمنيه وللي انت عايزاه واكتر كمان. عايزاكم تكتبوا لي تحت الفيديو ايه المشكلة اللي واجهتك، وليه انت قفلتي مشروعك، او قررتي خلاص ان هو هيفشل ومش هتقدري تكملي فيه، ويا ترى ازاي هتحلي المشكلة دي سواء داخلية او خارجية.